هو احنا بنعبد إله واحد ولا ثلاثة؟ ازاي يعني إله واحد ونقول آب وابن وروح قدس؟ أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات احترت. السؤال ده ناس كتير بتتلخبط فيه، بس عشان نقدر نجاوب عليه لازم نتفق على حاجة الأول، إنه فهم طبيعة الله مش سهلة. إحنا أصلا بنعاني من فهم طبيعة الإنسان، عندنا علم نفس وعلم جسد، فيزياء وطبيعة وكون، كل ده، فما بالك بقى نفهم طبيعة الله نفسه. ده اللي قاله الكاتب المشهور سي اس لويس، إن وجود حاجات في المسيحية صعبة الشرح بيأكد لنا إن مصدرها مش بشري لكن إلهي. لو كان حد اخترع الفكرة كان اخترع حاجة سهلة بتتقال، مش حاجة فوق اللغة بتاعتنا. بس خليني أرجع معاك لسؤالنا تاني. الإجابة واضحة جدا في الكتاب المقدس. في الشماع اليهودي بيقول: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. ويسوع قالها بنفسه. حتى الشهداء الأوائل ماتوا على الإيمان بإله واحد وسط عالم وثني بيعبد آلهة كتير. يبقى كده إحنا المسيحيين بنؤمن بإله واحد فقط. طب ليه بقى بنقول آب وابن وروح قدس؟ هنا اللغة بتاعتنا العربي بتلخبطنا شوية. كلمة شخص عندنا غير معناها في اليوناني. في اليوناني في أوسية اللي هو الجوهر الواحد، وفي هيبوستاسيس اللي هو أقنوم. فاحنا بنتكلم عن إله واحد من حيث الجوهر، لكن مثلث الأقانيم. ممكن نحاول نقرب المعنى بأمثلة، لكن أكيد الأمثلة هتكون قاصرة لأن مفيش حاجة في الكون تماثل الله. زي مثلا النار، لهب وشعاع وحرارة وكلهم نار واحدة. وزي الشمس، قرص وشعاع وحرارة، نفس الجوهر، هي الشمس. زي إنسان زي حضرتك، جسد ونفس وروح، لكن في النهاية إنسان واحد. طبعا لازم نكون بنأكد إن الأمثلة ناقصة، لكن بتساعدنا إن احنا نتخيل. إنما بقى في طبيعة الله المثلث الواحد، الأقانيم آب وكلماته وروح، أقنوم كلمة الله ظهر لينا في شخص يسوع المسيح، وروح الله بيسكن فينا. التلاتة واحد، مش منفصلين عن بعض. طب ليه التعقيد؟ ما نقول الله واحد وخلاص. الحقيقة احنا مش بنعمل الله حسب أهوائنا ومزاجنا وفهمنا، لكن احنا بنتكلم عن الله أعلن لينا ذاته. احنا بنعبد إله واحد أعلن عن ذاته، لكن الإله أعلن لنا إنه مثلث الأقانيم، آب وابن وروح قدس. ثلاثة أقانيم لكن جوهر واحد وطبيعة واحدة. وده يا صديقي مش ضد العقل، لكن أعلى منه، لأن العقل مش بيقدر يدرك أي مفاهيم خارج نطاق الحواس والأبعاد الثلاثة اللي بيعرفها حتى لو حاجة علمية. الثالوث بيتجاوز العقل، لكن مفهوم من خلال أعلان الله ومحبته لينا وتجسده في شخص يسوع. في نهاية الفيديو لو عندك أي سؤال اكتبه لنا في الكومنتس. نشوفكم في فيديو جديد من فيديوهات احترت.